السلام عليكم. النهارده عاملين وصفة بطاطس. اتحداكي لو شفتيها في اي حتة اعتبريها سلطة بطاطس، اعتبريها بطاطس، صينية بطاطس في الفرن. هي نوع من انواع المقبلات، بتتعمل جنب مثلا السمك، جنب مشويات فراخ. يعني شوي فراخ ولا حاجة مثلا بتعمليها جنبيها، بتبقى حلوة قوي يعني. اول حاجة انا بقطع البطاطس كده زي كأني راح اقليها، بس تبقى صوابع يعني سميكة شوية. بحط لها البهارات، شوية ملح، فلفل اسود، كمون، شوية كزبرة ناشفة فقط لا غير. وبعد كده هحط لها كزبرة خضراء وطماطم متقطعة قطع صغيرة، وهحط لها فلفل اخضر كتير، معلقة توم كبيرة، معلقة هريسة شطة، وهحط لها زيت حوالي يعني مثلا نص فنجان كده مثلا زيت، وهقلبها كويس. وبعد كده هحط لها حوالي كوباية مية كبيرة، يعني حوالي مثلا 250 ملي مية كده، زي ما انتوا شايفين كده حجم الكوباية. طبعا بتظبطي الملح بتاعها عشان تبقى طعمها حلو، لان خلاص طالما اتقلبت هي كده تمام يعني جهزت معاكي. بسيبها بغطيها وبسيبها على البوتاجاز تغلي الاول من فوق شويه. اول ما احس انها خلاص قربت تتشرب، بروح مشغله لها الفرن والشوايه، بحطها كده في الفرن شويه، وبعد كده بشغل لها الشوايه شويه تاخد لها وش يعني كده من فوق وخلاص، وبتجهز معايا. هنا انا كنت غطيتها بورق فويل وحطيتها على النار، واول ما غليت معايا شويه زي ما قلت لكم حطيتها في الفرن. هنا بعد ما طلعت معايا من الفرن كانت خلاص بقى خدت وش كده حلو ذهبي، واتشربت معايا وكانت جاهزة خلاص تمام كده على الاكل. زي ما قلت لكم ممكن تقدموها جنب سمك، جنب مثلا فراخ مشوية، ممكن تتعمل كده برضو كوجبة، وبألف هنا عليكم.